الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام بتروجيت العنيد والحصان الأسود في بطولة الدوري المصري هذا الموسم بقيادة كابتن سيد عيد، من خطأ فادح لا يغتفر من حارس كبير، حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، وكمان حارس الأول لمنتخب مصر. خطأ لا يرتكبه حارس لسه ناشئ، ولكن الشناوي اسم كبير، ولكن الشناوي بعيد تماما عن مستواه. وكمان لازم نقول لسيد عيد برافو عليك، برافو عليك، مش في المباراة دي، لا في المجمل. سيد عيد مقدم مع بتروجيت مباريات رائعة، وخاصة أمام الفرق الكبيرة. كمان عايزين نقول لاعب بتروجيت الفلسطيني حامد حمدان، واللي تألق اليوم وأحرز الهدف الأول لبتروجيت، والهدف دوت غالي قوي 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 قوي، لأنه هدف بنقطة، ونقطة من فريق كبير، فريق النادي الأهلي. تروب المدير الفني للأهلي واضح إن لسه بعيد تماما عن إن هو يحفظ الأجواء المصرية ويحفظ اللاعبين. العنصر المصري اللي في الجهاز الفني للنادي الأهلي كان لابد ياخد فرصة كبيرة عبال ما المدير الفني يبدأ يعرف اللاعبين. عايزين نشيد كمان باللاعب توفيق محمد، الباك ليفت لبتروجيت، اللي مقدم مباريات ولا اجمل ولا اروع، وده اللي خلى عيون الانديه الكبيره تسلط الضوء عليها، تحاول تخطفه، منهم الاهلي والزمالك كمان، لان الاتنين عندهم مشكله في مركز الباك ليفت. النهارده النادي الاهلي كان بعيد تماما 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 عن مستواه في الشوط الاول، باستثناء كورتين لتريزيجيه، منهم واحده جت في العارضه، ولكن بتروجيت تسيد اللقاء في الشوط الأول لعبا ونتيجة واستحواذ وكل حاجة، في ظل غياب كل نجوم الأهلي، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو وبن شرقي وكمان بن رمضان، اختفاء تمام للاعبي الأهلي الكبار. ولكن الشوط الثاني إلى حد ما اللعيبة تداركت الأخطاء بالمدير الفني، والتغييرات كان ليها عامل السحر. كمان جراديشار ونزوله في بداية الشوط الثاني ما خدش وقت كتير واحرز هدف التعادل، وحاول النادي الاهلي ان هو بهدف ثاني، ولكن بتروجيت العنيد اللي لازم نديله حقه، وندي لسيد عيد حقه، وندي للاعيبه بتروجيت حقها. خلينا بس نشوف السكواد بتاع النادي الاهلي والسكواد بتاع فريق بتروجيت، فرق كبير جدا 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 جدا. ومن هذا المنطلق لابد ان نحيي لاعيبه بتروجيت. دقيقه 11 هنشوف وسريعا بيجيد لاعبي بتروجيت يتقدم الكرات الثابته بالهدف الاول عن طريق الفلسطيني حامد حمدان من كره عرضيه رائعه ومن خطا لا يغتفر من حارس مرمى مصر الاول محمد الشناوي. يتقدم بتروجيت بهدف. دروب يتدارك اخطائه ويقوم بعمل عده تغييرات، منها نزول جراديشار واللي لم يخلف ظنه، واحرز هدف التعادل للنادي الاهلي في الدقيقه 61 لتعادل النادي الاهلي. وبهذا التعادل يفقد النادي الاهلي صداره ترتيب جدول مسابقه الدوري المصري الممتاز، ليحافظ فريق سيراميكا على صداره الترتيب برصيد 23 نقطه، ليحتل النادي الاهلي المركز الثاني برصيد 22 نقطة، انتظارا لمباراة بكرة نادي الزمالك أمام فريق البنك الأهلي. الأجواء تشتعل، الفرق كلها على أهبة الاستعداد. وقبل ما ننهي لابد أن نشيد بموقف مصطفى شوبير الذي سند الشناوي بقوة قبل نهاية الشوط الأول، ودعمه قبل ذهاب اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس. برافو شوبير. ولابد أن نحمس في أذن محمد الشناوي
شناوي أنت ليس في حالتك تماما. شناوي أنت بعيد تماما عن مستواك. لو بتفكر إنك تعيد مستواك مرة أخرى لابد أن تركز في الملعب. شناوي بعيد تماما 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 عن مستواه. حارس مرمى مصر الأول ينهار.